الاهلي. طبعا يا جماعه النهارده هنتكلم على الحلقه النهارده يا جماعه هنتكلم على حلقه شهر الفرحه. النهارده يا جماعه النهارده مش حلقه قويه، ده حلقه ممكن تاخد ترند، ممكن الحلقه دي ممكن تاخد اعلى كواليتي. النهارده يا جماعه لازم تعملوا لايك على قناه عمر الاهلي وعلى قناه عمر دراما. قناه عمر دراما بتعمل لك ايه؟ هقول لك بتعمل لك ايه. تنتج مسلسلات. احنا خلي بالك بنعمل مسلسلات كل رمضان، بنعمل افلام بتاعت عيد كل ان شاء الله. لغايه دلوقتي بنصور افلام عيد. يلا اعمل لايك وسبسكرايب عمر الاهلي. وحلقتنا اسمها شهر الفرحه، نتكلم عن الكريستيانو، نتكلم عن النادي الاهلي ونادي الزمالك في مباريات القمه في دوري 9 المحترفين، الدوري الكاس الدوري المصري. يلا في استاد القاهره الدوري الساعه 9:30 ان شاء الله. اعمل لايك وسبسكرايب. يلا بينا على مع الاهلي والزمالك. الاهلي للزمالك طبعا مباراه القمه النهارده مباراه جامده جدا، والزمالك في ماتش ديربي، ماتش جامد جدا، ماتش جامد، ماتش تاريخي. النهارده يا جماعه اشرف بن قلبي بيلعب يا جماعه في الاهلي. يا لهوي ده وقع اشرف بن قلبي بقى وجاب جول تاني بقى في الزمالك، ده بقى جامد قوي. امام عاشور بقى ولاعيبه كتير. النهارده يا جماعه هنتكلم عن الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك، الماتش الديربي، الماتش الجوي، الماتش العريق، الماتش استاد القاهره الدولي الساعه 9:30 على قناه اون سبورت، على قناه اون سبورت الساعه 9:30 يا جماعه. انا مستني الساعه دي، انا مستني كل حاجه بتاع الاهلي والزمالك في الدوري المصري 9. الاهلي طبعا كسب تعادل مع نادي الزمالك ده 1-1، بس كسبنا نادي الزمالك في كاس السوبر المصري. طبعا كسبنا في كاس السوبر الافريقي، بس ان شاء الله يا رب يعني نكسبوا ان شاء الله. النهارده يا جماعه لازم نكسب الفوز، ولازم يعني لازم نطلع الدوري، عشان احنا لو خسرنا من قدام الزمالك ممكن نقابل بيراميدز، ممكن خسرنا من قدام بيراميدز نقابل انبي، ممكن نخسر من انبي. ما في مرحله اولى ثانيه اللي هي المرحله الثانيه بتاعت الدوري ما المرحله الثانيه دي بعدها وراها مرحله ثالثه، المرحله الثالثه دي بتاعت ايه؟ بعد اخر دوري. يعني من اللي هيكسب اي حاجه، يعني رسم كده كسبان كسبان. يعني الاهلي كده يعني لو خسر الماتش ده يعني اعتبر الاهلي كده اعتبره خسران. كسب النهارده هتعتبر النهارده الاهلي كسبان، لو كسب النهارده هتعتبر الاهلي كده خلاص كسب كاس الدوري المصري 9. لو احنا كسبنا النادي الزمالك، كسبنا النهارده ب1-0، كسبناه 2-1. لو حتى وصلنا للنتيجه الحلوه اللي احنا محتاجينها ده يا ريت. يعني احنا بجد احنا جمهور برضك فاهمين الكواليتي عامل ازاي، فاهمين اللعيبه عامله ازاي. احنا النهارده عارفين النهارده الاهلي هيشرفنا، وعارفين النادي الاهلي، عارفين النادي الاهلي هو اكتر نادي مشرفنا في العالم. النهارده النادي الاهلي من اكبر الانديه داخل مصر وفي افريقيا وفي العالم. اكبر نادي الاهلي في العالم واخد بطولاته هو النادي الاهلي المصري. هتقول لي كتير، هقول لك لا، ازاي يا عم عمر؟ هقول لك ازاي. الاهلي هتقول لي الزمالك، النادي الزمالك اتأسس سنة 1911، اتأسس سنة 1911. انت تتخيل ازاي؟ انا النهارده يا جماعه يعني الاهلي ماتش الديربي، الماتش القوي، الماتش العظيم. النهارده الاهلي والزمالك في ماتش القمه، وماتش يعني ديربي جامد. انت ماتش يعني الصراحه بجد انت ماتش جامد. انت النهارده ماتش ده اهم ماتش داخل على اليوتيوب، اهم ماتش داخل على كل مستخدمين اليوتيوب، اهم ماتش داخل الدوري المصري. انت ازاي بتتعامل مع الدوري المصري كده؟ انت خليت المنافس بتاعك بيعاملك معامله عاديه. ازاي؟ وحتى النادي انبي عامل لك معامله وحشه. لا يا عم، انا عم انبي ده ممكن اخسره، ما هتتكتب في ثانيه يا حبيبي وتتكتب عشان يمشي في نصر. النادي الاهلي النهارده هيلعب 3-3-4 ان شاء الله رب العالمين. محمد الشناوي قال حارس المرمى، تاني حارس المرمى الثاني هو مصطفى شوبير. الهجوم اسامه ابو علي وكيل شجار. طبعا اللي هو المهاجم الجديد ده مش عارف اسمه، لسه بتلخبط في الاسم. واشرف بن شرقي هيلعب ان شاء الله في لمه الجاب اللي هو لمه جاب ان شاء الله. بس النهارده الماتش الزمالك التشكيله بتاعته بكام؟ اقول لك تشكيلته عامله ازاي؟ تشكيله النادي الزمالك 4-3-3، نفس التنظيم، نفس النتيجه. احنا حسينا النهارده ففي تعادل،
حاسين النهارده بقى في النهارده ماتش، يعني النهارده ماتش كتير. حاسين ماتش النهارده ماتش تاريخ. لا النهارده بجد يعني النهارده يا جماعه محمد الشنبه واقف، كابتن حارس المرمى القوي، كابتن الفريق. طبعا يا جماعه لازما نقوي نفسنا، ولازما يعني لازما نطلع الترب الاعلى، وان شاء الله يا جماعه رسمي الاهلي يفوز واستمروا ان شاء الله. بقول لكم النتيجه 2-1 للنادي الاهلي المصري في استاد القاهره الدولي النهارده. وهتشوفوني النهارده منزل فيديو وانا بتصور جنب استاد القاهره الدولي وانا جوه الاستاد. فاضل لي ساعتين يا جماعه هفطر، وبعد ما افطر اروح اركب العربيه الاتوبيس واروح استاد القاهره الدولي النهارده يا جماعه، واروح النهارده يا جماعه واصور فيديو واصور يا جماعه. خلاص النهارده يا جماعه حلقتنا النهارده هنتكلم في حلقه غير حلقه 2. النهارده يا جماعه هنتكلم عن كريستيانو رونالدو. طبعا يا جماعه احنا خلصنا وكده خلصنا حلقتنا. يلا بتعمل لايك وسبسكرايب تقول لي ايه تقول لي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقول لي ايه تقول لي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. انت كل ده انا قلبي دق انا حالي مش تمام يا حبيبي مش بنام. حسي بيها يا جميل، ايوه يا جميل حبيبي نصيبي حبيبي نصيبي. تقولي ايه تقولي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. تقولي ايه تقولي لا، ما تخلينيش كده وحدي في حالها. مرة واحدة قلبي طار عيونه دول خطر. انتي يا دنيا هنيا انا شعلة فيا النار. الجمال ده مية مية كل شي مية مية، سريتني من كل الناس زي الحرامية. حبيبي نصيبي حبيبي نصيبي. اسف جدا يا جماعه النهارده الحلقه مش هتتم النهارده. طبعا يا جماعه النهارده الحلقه نفس المكان احنا صورنا فيه، بس احنا ما رحنا استاد القاهره الدولي قالوا لنا الماتش اتلغى. والله العظيم هنصور نص الحلقه هناك في استاد القاهره الدولي. احنا في التالتة شمال خلاص، هنجهز الكاميرا هنجهز كل حاجه وهنطير الدرون وكل حاجه هنصورها. في ثانيه قالوا لنا ان الماتش الاهلي اعتزل رسمي من الماتش. يا جماعه الاهلي ليه حق ولا اتحاد الرابطه ولا نادي الزمالك؟ نادي الزمالك دلوقتي ما اتكلمش واصلا كده قال خلصنا وخلاص. جمهور نادي الزمالك يعني كده معناتها ايه؟ يركن على جنب. دلوقتي معانا مين؟ دلوقتي معانا اتحاد الرابطه. النادي الاهلي كان طالب حكام اجانب، والاهلي قال اتحاد الرابطه لازم يبقى عندنا حكام اجانب. اتحاد الرابطه قالوا ايه؟ اقول لك قالوا ايه؟ هنجيب حكام مصريين يحكموا في ماتش القمه، الماتش الديربي. ايوه نادي الزمالك. يعني الصراحه بجد الحكام المصريين فشله. حكام اي دور مصري فاشل. يا جماعه الحكام المصريين ما بيعرفوش يحكموا صح. احنا قبل كده الزمالك كان بيلعب حكام مصريين وخد كميه كروت. يعني اقول لك ايه السبب؟ انا كده مصدوم. الزمالك بياخد كل شهر كروت. اللي فات ده في الدوري النايل، ده في المجموعه الاولى. نادي الزمالك كل ما بيزق حد لازم ياخد كارت، اللي يتكلم بياخد كارت. لا الحكام المصريين كلهم اصلا فشله جدا. انا كده النهارده الحلقه لازم تتسحب على اليوتيوب، والحلقه الرسميه انتهاء الحلقه النهارده. والصراحه بجد يا جماعه النهارده ان شاء الله تشوفونا في حلقه كريستيانو. طبعا يا جماعه معلش انا اسف جدا، لازم النهارده كان لازم الحلقه دي رسمي تتكتب على كريستيانو، بس معلش انا اسف جدا. الحلقه دي لازم نقول حتى الكلمه الصح حتى في الدوري. الاهلي التشكيله قلت لكم في الاخر تشكيله الزمالك 3-4-3، وفي الاخر فيديو قلت لكم تشكيله النادي الزمالك 4-3-3. التصوير ده كان بادئ الساعه 4. التصوير ده بادئ الساعه 4 وزعت التشكيله اصلا متصل مع اداره النادي الزمالك ومتصل مع اداره النادي الاهلي. هتبص هنا، تبص في الميديا هنا، وتبص هنا في الميديا هنا.
الاثنين لغايه ما عرفت المعلومه الصح اللي بتاعت الديربي. الماتش بتاع النهارده لازم الاهلي يكسب. ده النهارده الزمالك كسب النهارده خلاص من الحكام المصريه تاجيل المباراه ب 2-0 لنادي الزمالك في الديربي في استاد القاهره الدولي. ازاي؟ هقول لك ازاي. النادي الاهلي المصري هو ما جه خلاص كده مش هيتحسب نادي الزمالك ب 2-0. ليه؟ النقطتين اللي هيلعب اي حد هيكسب. الزمالك تفاضل نقطتين ويطلع يعني المجموعه الثانيه. الاهلي فاضل له 3 نقط، او الاهلي تم موجود والزمالك تم مش موجود، الاهلي ياخد 3 نقط، او الناس الزمالك خدوا النقطتين يبقى عنده 2-0. كسب كده الاهلي ب 2-0 وخد النقطتين وطلع الدرجه الثانيه، يعني طلع المرحله الثانيه. كده بقى خلاص حلقتها يا جماعه. وكده معلش انا اسف جدا، اتسحب من الحلقه الرسميه واتسحب، معلش انا اسف، لازم الحلقه تطول اكتر من كده، بس انا اسف جدا. شكرا لكم على الجرس، وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على التواصل، وشكرا لكم على اكونتات، وشكرا لكم على كل التواصل الاجتماعي على الفيديو. يلا تعملوا سبسكرايب. يلا بينا على حقيقة كريستيانو. انتوا لسه شفتوا كريستيانو؟ لا هنشوف حقيقة كريستيانو المره الجايه وحقيقيه، وهنصرف في مكان خرافي. يلا بينا على الحلقه الثانيه. يلا بينا. غنبقاو غير تلاميذ جامي يكونوا اساتذه. شحال صعيب تفوت وكلشي يفوت، الناس حياتها تبني، راه غير الدراهم يملا الشوف والناس فلوس مريضه. لا فيدا قصيره في قبوط ولا نتايا ما تبني بالنهار ولا. لا فيدا قصيره في قبوط ولا نتايا ما تبني بالنهار ولي كلشي كيحبس بقى العمل مفيده. نورمال نغلط، نورمال نفسد، نورمال نخرج نشوفني.